عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهاردة يا جماعة يوم جديد وفيديو جديد وأجواء جديدة. وقبل ما نبدأ خالص ونبدأ ونقول أي كلمة، كل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية بألف خير. والنهاردة يوم عرفات. طبعا ربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب بزيارة بيته الحرام، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بألف خير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب العالمين. وغدا عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ده طبعا احنا بنشكر اخواتنا متابعينا اللي بيتابعونا وبيعطونا آرائهم وبيهتموا بينا، واحنا كمان بنهتم بيهم وبنقرأ جميع الكومنتات بتاعتكم وبناخدها بعين الاعتبار وبنتكلم معاكم انتوا اخواتنا وحبايبنا واهالينا في جميع انحاء الوطن العربي الكبير. بنشكركم يا جماعه على دعمكم لنا، وعايزين منكم برضه المزيد. والنهارده بنتكلم معاكم على فيديو زراعه اللب اهوت. ده طبعا محصول صيفي، محصول صيفي بيقعد 90 يوم او 100 يوم. فطبعا المحصول الصيفي ده يا جماعة هو بياخد 3 ترايات تقريبا. ينفع تعملوا غمر وينفع تعملوا خراطيم زي كده، زي ما الوقت ده خراطيم. دي مية مش على الغمر اهو زي ما انتم شايفين اهو بدأ يبشر اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. ده اللب يا جماعة هو بيبقى زي البطيخ زي ما انتم شايفين كده وبيكبر. دي تقريبا بقاله حوالي 40 يوم اهو. تعالى هنا معايا اسلام اهو. فزي ما انتم شايفين كده، زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده تقريبا 40 يوم من الزراعة. فطبعا هو زي ما بنقول محصول صيفي بياخد من ريتين الى 3 لما يكون غمر، وبياخد الفدان تقريبا شكرتين يوريا او 3 نطرات زي ما انتم شايفين. فطبعا احنا عايزين الرزق يزيد للناس كلها، وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب العالمين. فانت كل ما تتعب وتجتهد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ويزيدك. طبعا يا جماعة الورقة الحمراء ديت شايفينها دي حاجة اسمها عايزة لها رش. دي اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة الورقة الحمراء اللي انتوا شايفينها ديت عايز رش للحمراء. وربنا يرزقنا ويرزقكم. خد يا اسلام تعالى صور يا اسلام اهو. ده كمان يوم عن يوم يا جماعة بيفرق. يعني انت النهاردة تصور بكرة تلاقي حاجة تانية خالص، بسم الله ما شاء الله. وتلاقي الانتاج بيزيد، وكل مدى ما بتظهر بشاير وبيظهر حاجات. ده اللب الصوبر يا جماعة، ده اللب الصوبر مش اللب السوري، ده اللب الصوبر اهوت في اراضينا، في اراضي جمهورية مصر العربية الكبيرة والله. بس ولكن انا حبيت اصور معاكم الفيديو ده والله مو عشان حاجة، بس عشان اعايد عليكم واسلم عليكم في الاجواء والحاجات ديت. فهي فرصة ان احنا بنتكلم مع بعض شوية وبنعايد على بعض ونسلم على بعض.
وطبعا فكله جه مع بعضه زي ما انتم شايفين. كنا سارحين نشوف الارض زي ما انتم شايفين كده. فقلت الاسلام تعالى نصور فيديو لاخواتنا وحبايبنا اللي هم بيدعمونا وبيشاركونا. ومعلش اعذرونا ان انا بتاخر عليكم شويه، لانه والله هي مشغولات الحياه، واحنا ايه بنجتهد وكله بيجري على لقمة عيشه. وكل عام وانتم بخير. فطبعا تعالى اسلام كده هو في الارض زي ما انتم شايفين اهو. دي طبعا باميه. دي باميه يا جماعه. بنقول بتزرع، الواحد بيزرع كل حاجه في ارضه عشان ما يحتاجش حاجه من حد خالص، يقدر ياخد كل حاجه وهو مروح لبيته. والارض هي يزرع فيها بإيدك. كل ما تزرع كل ما ربنا يبعت لك الرزق ويبعت لك الخير. وربنا يجعل الناس كلها يا رب العالمين. وادي زي ما انتم شايفين اهو. فبنقول النسل دوت بيقعد تقريبا 100 يوم في الارض. وبعدين ان شاء الله قدر لنا اللقاء ومرة ثانية ان شاء الله هنقول لكم في مراحل قادمة ان شاء الله، وفي الحصاد بتحصد ازاي وكده. هنوريكم كل خطوة تباعا ان شاء الله. وطبعا انتوا شرفتونا واحنا بنتشرف بيكم والله. وبنشكر اخواتنا في ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، وطبعا في العراق والاردن وليبيا وفلسطين الحبيبه. وطبعا ده كان فيديو مختصر كده صغير، وبنوريكم الاجواء الريفيه بتاعتنا هي الجميله. واهو زي ما انتم شايفين مصر كلها يا جماعه، مصر كلها بلد خير وبلد خضره وخضار زي ما انتم شايفين كده. فطبعا احنا بنتحدث معاكم وبنوريكم الاجواء بتاعتنا الريفيه الجميله ديت، وعشان نعيشكم معانا الاجواء الريفيه الجميله ديت. واهو تصور في اي مكان هتلاقي خضره وحاجات حلوه زي ما انتم شايفين اهوت. وبنقول بنطالب منكم بدعم المزيد، انكم تدعمونا وتشاركونا وتزودوا صفحتنا، واللي لسه ما اشتركش يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. ودمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم في امان الله وامنه.